مصطفى البويغلي بتكوين أيضا ويقربنا من هذه الأحلام الثمانين التي كتب عنها محمد الأنقر. ليتفضل مشكور. شكرا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. يسعدني أن أشارك في هذه الجلسة الأدبية المخصصة لتخليد ذكرى أستاذنا الدكتور محمد الأنقر رحمه الله، من خلال تقديم قراءة في كتابه الأخير الذي صدر بعد وفاته. ولا يفوتني أن أتوجه بدء بالشكر إلى منتدى الفكر والثقافة والإبداع على هذه البادرة الطيبة في حق أستاذنا. وما أود أن أقدمه هو مجرد تجربة بسيطة أو عرض لتجربتي البسيطة في قراءة هذا العمل وتعاملي معه. والحقيقة أنني عندما اقتنيت هذا المؤلف الدار اللي هناك إبان صدوره بعد 3 سنوات تقريبا على رحيل أستاذنا المرحوم الدكتور محمد الأنقر، بفضل حرص أبنائه والعمل الذي اطلع به صديقنا الدكتور عبد الرحيم الإدريسي الذين عملوا على إخراج هذا الكتاب. أقبلت على قراءته بكثير من الشوق والحنين، كأنني أجالس أستاذي من جديد، وأستمتع بحديثه الهادئ الرزين. أنصت إليه وهو يحدثني عن أحلامه، وهو الذي لم يكن قيد حياته يتحدث عن نفسه إلا لماما، بل أن يحدثنا عن أحلامه، ويفضل على ذلك أن ينصت إلينا نحدثه عن ذواتنا وأعمالنا وأحلامنا. قرأتها إذن إثر صدورها واستمتعت بقراءتها. ثم مرت أعوام 3 أخرى على قراءتها الأولى، وإذا بكلمة أستاذنا المرحوم الدكتورة سعاد الأنقر تتصل بي مقترحة أن أشارك في جلسة أدبية تخليدا لذكرى فقيدنا تخصص لقراءة عمله الأخير هذا. وهنا وجدتني أعود إلى قراءته بعين أخرى وأفق مغاير. يجب أن أقرأه قراءة الناقد الأدبي، وأن أتوسل في قراءتي بمنهجية معينة وغاية أو غايات معينة. وما أن فكرت في الأمر وعزمت على الشروع فيه حتى ألقيتني أخوض في أرض لم أعهدها، وعالم أدبي ذي أبعاد مباينة لما عاهدته في نصوص الدكتور محمد الأنقر التي قرأتها جميعها، وقدمت قراءات عن معظمها، خصوصا نصوصه السردية، رواياته ال3 ومجموعاته القصصية. ما عدت من حرص لديه على الالتزام بمكونات الجنس الأدبي الذي يكتب في إطاره وبسماته النوعية، على الرغم من أنه كان ميالا في كتاباته إلى التجديد وتجريب أساليب جديدة ومحاورة الجنس الأدبي من داخل العمل نفسه. فالمؤلف لا يندرج ضمن جنس أدبي معهود، حيث نقرأ تحت العنوان الدار اللي هناك في الحيز الذي يخصص عادة للتنصيص على الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه الكتاب، ديوانا شعريا أو رواية أو مجموعة قصصية أو مسرحية إلى آخره. نقرأ كلمة أحلام، الدار اللي هناك أحلام. فالكتاب إذن أحلام وليس قصصا أو حكايات، وهي أحلام ليلية وليست أحلام يقظة، من قبيل تلك الأحلام التي ألف فيها الكاتب الفرنسي جون جاك روسو مؤلفه الشهير Les rêveries du promeneur solitaire. والمصادفة هنا بين قوسين أن هذا الكتاب أيضا لم ينشر في حياة صاحبه وظل غير مكتمل ونشر بعد وفاته. ونذكر طبعا أن الناقد الجمالي والمفكر غاستون باشلار ألف كتابا شهيرا حول شاعرية أحلام اليقظة، La poétique de la rêverie. فهذا الأخير أي باشلار يميز بين الحلم وحلم اليقظة، باعتبار أن أحلام اليقظة تدرج عادة ضمن ظواهر استرخاء النفس الإنسانية، يعيشها المرء في وقت الاسترخاء، في وقت بلا قوة ضاغطة أو متحكمة. إنها كما يقول انفلات وهروب من الواقع، من غير الوصول إلى عالم غير حقيقي ملموس. ينزل وعينا في سياق حلم اليقظة
منحدرا يسترخي فيه الوعي وتسوده العتمة. فالوعي حين يستسلم لحلم اليقظة يكون وعيا يسترخي ويتناقص ويكاد يكف عن أن يكون وعيا، لكنه يظل مع ذلك وعيا. أما في الأحلام فنحن خارج الوعي تماما. وكان أنقر نفسه يقيم تمييزا بين الصنفين من الأحلام، حيث نجده يختم مؤلفه بحلم يقظة ويعنونه بحلم يقظة. ويمكن اعتبار ذلك المقطع الصغير الذي يفتتح به حلم يقظته أبلغ تعريف لهذا الصنف من الأحلام، عندما يقول: في عديد من الليالي يتمكن مني الأرق فأذوب في عمق الظلام لكني لا أتلاشى. ذاك وجه الغرابة، إذ في ميوعة التلاشي تظل ثمة دوما ذبالة تضيء كالفتيل بها أستنير وأحلم. إذن فأحلام هذه النصوص أحلام ليلية وليست أحلام يقظة، باستثناء الحلم الأخير. وهنا يبرز سؤال آخر: هل هي أحلام حقيقية رآها الكاتب في نومه أم إنها أحلام متخيلة؟ السبيل الأكيد الوحيد للإجابة على هذا السؤال هو تصريح من الكاتب نفسه، وهذا غير متاح لنا لأن الكاتب رحل عن عالمنا قبل أن ينشر كتابه. فهذا الأمر حصل مع نجيب محفوظ حول كتابه أحلام فترة النقاهة. بين قوسين، لا أحسب أن كون محمد أنقار ختم إنتاجه الأدبي بكتاب عن الأحلام مثلما ختم نجيب محفوظ حياته الأدبية بكتابه عن أحلام فترة النقاهة من باب المصادرة. ونحن نعرف العلاقة الحميمة التي كانت بين أستاذنا الدكتور محمد أنقار ومثاله في الكتابة نجيب محفوظ. وهنا اسمحوا لي أن أستشهد بحوار قصير دار بين الأديب جمال الغيطاني ونجيب محفوظ حول كتابه عن الأحلام. يقول جمال الغيطاني: سألته عن أحوال الكتابة الآن، قال: الكتابة الآن محصورة في الأحلام. طبعا هذا كان في نهاية حياته بعد حادثة الطعن التي تعرض لها وظل يتعافى منها مدة طويلة. قال: الكتابة الآن محصورة في الأحلام، أفكر في الحلم، أحفظه جيدا، ثم أكتبه عمياني، يعني من الذاكرة. كتبت 97 حلما هكذا. قلت: هل الأحلام مستمدة من أحلامك فعلا أم متخيلة؟ قال: لا، أحلام حقيقية، الحلم حل مكان الواقع. قلت: ولكن مادة الحلم هشة والإنسان ينساها بسرعة. قال: أنا أكتب ما أتذكره. قلت: لكن الأحلام القديمة رأيت فيما يرى النائم. نجيب محفوظ كتاب آخر اسمه رأيت فيما يرى النائم، وهو أيضا يحكي فيه أحلام. قلت: لكن الأحلام القديمة رأيت فيما يرى النائم ليست حقيقة. قال: بالضبط، إنها تأليف. قلت: إذن الأحلام الحقيقية هي المعروفة بأحلام النقاهة، والتي نشر منها حتى الآن 100 حلم في مجلة نصف الدنيا. قال: تمام. صفحة 120 من كتاب جمال الدين الغيطاني من جمال الغيطاني المجالس المحفوظية. نفهم من كلام محفوظ أن الأحلام في الكتابة الأدبية قد تكون أحلاما حقيقية وقد تكون أحلاما متخيلة، وليس لنا ما يقطع في أمر كونها حقيقية أو متخيلة إلا شهادة الكاتب نفسه. غير أني شخصيا لا أرى لهذه المسألة كبيرة أهمية، ذلك أن الكاتب عندما يكتب عن حلم أو عن أحلام فإن ذلك يستوجب تحقيقا لغويا لصور الحلم، ومن ثم تنظيمها وتعديلها بواسطة التفكير الواعي. أن أحكي الحلم يعني أن أتدخل أنا السارد في تنظيم أجزاء الحلم أو أجزاء ما أتذكره من الحلم، لأن مادة الحلم هشة كما قال الغيطاني في محاورته السالف ذكره. ويكون ذلك التنظيم بالتقديم والتأخير والترتيب، كما يتدخل فيه تفكير الواعي تحويرا وتغييرا. فإذا كان الحلم يصدر عن عالم الوعي فإذا كان الحلم يصدر عن عالم اللاوعي المجهول، فإن سرد ذلك الحلم يضطلع به وعي الكاتب بما يحكم هذا الوعي من قدرات وشروط. إن كتابة الحلم لا يمكنها أن تكون مساوية لتمثيل عالم الحلم
تمثيلا وفيا. فإذا كان الحلم الحقيقي سيرورة نفسية ذات طبيعة خاصة جدا مستقلة عن وعي الحالم ويستحيل القبض على مادته أو جوهره، فإن نقل الحلم أو سرد الحلم هو على العكس من ذلك سيرورة لسانية. كل ما تستطيع أن تفعله هو أن تصطنع تأثيرات الحلم بتشكيلها لسردية داخل النص. هذا عندما نحكي أو نحاول أن نحكي أحلامنا التي حلمنا بها حقيقة. أما إذا انتقلنا إلى درجة أعلى أو إلى مجال آخر يتمثل في حكي الحلم أو الأحلام تخيليا، أي عندما يحكي الكاتب أحلاما متخيلة، فإن ما يحكيه يكون نتيجة جملة من تقنيات السرد المعقدة التي تسعى إلى أن تولد لدى القارئ انطباعا بأن الحلم أصيل أو حقيقي. وفي الحالين معا، سواء كانت أحلام الدار اللي هناك حقيقية أو متخيلة، فإن تلك النصوص تفلح في أن تولد لدى القارئ ذلك الانطباع القوي بأن ما تسرده من أحلام هي أحلام أصيلة أو حقيقية. أسماء الأماكن: باريو مالاغا، زنقة الأخماس أو شارع الأخماس، الدار قبالة المستشفى العسكري الإسباني، دار مارتين إلى آخره. وأسماء الأشخاص الذين يظهرون في الأحلام: أسماء الابن والابنة والحفيد وبعض الأصدقاء إلى آخره. وارتباط بعض الأحلام بأجزاء معروفة من سيرة الكاتب، وخصوصا ذلك الجزء الأول من المؤلف المعنون ب3 ديار، والذي يمكن اعتباره جزءا من سيرة الكاتب الذاتي، ويكفي ذلك الانطباع لتشكيل أفق التلقي الجمالي لنصوص هذا المؤلف. وعندما أفرغ من هذا الإشكال وأتجاوز تلك العتبة التجنيسية، أجدني أمام سؤال المنهج في قراءة نصوص المؤلف. من أي منظور أتناولها؟ رواية المنظور النفسي والتحليل النفسي على وجه التحديد حاضرة بقوة، ويكاد يفرض نفسه باعتباره المنظور الطبيعي لمثل هذا العمل. ألسنا في سياق عالم الأحلام، عالم اللاوعي الذي اتخذ منه علماء التحليل النفسي ونقاده الأدبيون مجال اختصاصهم الذي فيه يصولون ويجولون؟ يستفزني كل حلم بدعوتي إلى تفسيره أو تأويله، بل إن السارد نفسه يمارس تلك اللعبة أو الغواية مع القارئ عندما يدعوه صراحة إلى أن يجري نوعا من التحليل النفسي على أحلامه المسرودة. يقول في الصفحة 35: وهو يصف طريقة كتابته للأحلام: ولقد اضطررت إزاء الكثرة والتكرار إلى الاعتماد على معيار الانتقاء، وأفترض بعد ذلك أن العينة التي أضعها فيما يأتي بين يدي القارئ تكفي لتحليل نفس صاحبها التي عانت عذاب تجربة قاسية. ويقول أحد نقاد التحليل النفسي وأوتو راينشميتس في كتابه The Fictions of the Dreams، يقول: بعد تحليل لعدد كبير من الأحلام عبر فترة زمنية طويلة، أصبح من الواضح بالنسبة إلي أن جميع الأحلام التي يراها حالم فردي تكون مترابطة فيما بينها، وتشكل أحلاما مختلفة ومتكررة حول موضوعات محددة من قبيل الفقد الكبير في الصغر، أو البحث عن والد أو قريب مجهول، أو البحث عن الهوية، أو معاناة صدمة خطيرة إلى آخره. ومن الجلي الواضح أن أحلام الدار اللي هناك ينطبق عليها هذا الشرط، سواء من حيث امتدادها عبر فترة زمنية طويلة، أو من حيث ائتلافها حول موضوع واحد متكرر، هو فقدان الدار التي كان يسكنها السارد مع أسرته بعد أن باعها والده، وما سبب ذلك الفقد من صدمة قوية أثرت بعمق في نفسيته وشخصيته. غير أني أتجنب في قراءة رواية التحليل النفسي على قوة جاذبيتها، وأفضل عليها الاستسلام لرواية أخرى، رواية مقاربة الصورة أو الصور، التي كان الدكتور محمد القر رحمه الله حفيا بها، وخصص لها جل جهوده النقدية تنظيرا وممارسة نقدية للنصوص الإبداعية. وسأقتصر في هذه الفسحة الزمنية الضيقة على مقاربة صورة واحدة، هي صورة السارد أو الحالم، باعتبارها صورة الأساس
تحكم سماتها بقية الصور وتتأثر بها. السارد في هذه النصوص يستعمل ضمير المتكلم المفرد، حيث تفتتح معظم نصوص الأحلام بقوله حلمت أني، وهو في الحلم شخص ضائع خائف مطارد موزع بين اليأس والأمل عاجز مستسلم في غالب الأحيان. ترتبط صورة ضياع الحالم بضياع دارهم التي باعها والده، يحلم أن بيتهم القديم يباع دون موافقته أو استشارته فيعلق بمرارة. نص: كيف يمكن أن يباع هذا الملك ذو المميزات التي لا تناقش، وشعرت أن شيئا إيجابيا آخر قد ضاع من حياتي، وأنني بذلك ربما سأكون قد بدأت سلسلة التنازلات التي سأعرفها لاحقا. وأفقت. وفي الحلم 49 يقول: وجدتني مرة أخرى أمام باب دارنا بالأخماس، يعني بشارع الأخماس، بدا بابا واسعا أكثر من المعهود، والغريب أن الباب فتح من غير أن أطرق كأنه باب سمسم، ثم اكتشفت أن شخصا يقف وراءه مختفيا، ثم يقول: وسربت كلماته بعد الدفء إلى كياني الممرس كأنني لقيط، لكني أدركت في الآن نفسه أنه لا حيلة له لإدخالي إلى الدار، عينه بصيرة ويده قصيرة، فأشفقت عليه كما أشفقت على نفسي، وبقيت صامدا أمام عتبة الدار بينما ظلمة الليل تشتد. والواقع أني كنت أدرك جيدا أن باب الرجاء يكاد يكون مقفلا إلى الأبد، لولا أن بصيصا منه كان يوحي إلي بأن لي في نهاية المطاف منزلا آخر يمكن أن ألوذ به لقضاء الليلة، لكنه بقدر ما هو أمل صغير جدا كان أيضا غامضا وسحيقا، كأنه نقطة ضائعة في اتساع الكون الكبير. ولعل انتهى النص: ولعل في هذا التشبيه الأخير كأنه نقطة ضائعة في اتساع الكون الكبير ما يوحي بمدى الضياع الذي يستشعره الساري. وتقترن صورة الضياع بصورة الخوف، ففي الحلم 40 يقول السارد: هبطنا طريق سمسة أنا والصديقان زاي ومين، كان يهبطان وهما على يقين بأنهما سيذهبان إلى داريهما، إلا أنا الذي كنت قاصدا دارنا القديمة التي لم تعد دارنا. قصدت دارنا، صعدت الدرجات خلسة، دخلت الطابقة العلوية من دون أن يراني أحد. النص: لكن السارد حتى وهو داخل البيت المفقود الذي يحلم به ودخله خلسة متوجسا فإنه لا يشعر بالأمان، إذ يقول: افترشت لحافا فوق بلاط الأرض، تمددت فوقه، تغطيت بإزار خفيف، كأنه الإحساس بالبرد وبالخوف أيضا. ويرتبط الخوف لدى السارد في أحلامه بالعديد من الأشباح التي تطارده من حلم إلى آخر من غير أن يعرف لها هوية أو تشخيصا، أشباح تنبعث له داخل دارهم القديمة إذا ما استطاع أن يتسلل إليها أو في طريقه إلى داره فتصيبه بالرعب. يقول في الحلم 29: فقد خفت خوفا شديدا، ثمة شبح ليس لصا بل هو شبح لا يرى يريد أن يؤذيني يتربص بي، فأخذت أصيح صيحات مقهورة متلعثمة وأنا ممدد في مضربتي من دون قدرة على الحركة. الشبح في وسط دارنا القديمة التي تفصلني عنها الستارتان. صحت طويلا من دون أن أنادي اسما بعينه، لكن أظن أني كنت أصيح أمي أمي. وقد يحضر بدل الشبح شخص مجهول يطارد السارد، وهو حدث يتكرر في العديد من الأحلام. يقول في الحلم 32: حلمت بمجهول يطاردني ليلا في شارع الأخماس، دخلت الشارع في الظلام الدامس أجري وألتفت ورائي، أعرف أن شخصا غريبا يطاردني، لكني لا أستطيع أن أراه وأتعرف ملامحه وهيئته. ووصلت بسرعة إلى دارنا وأقفلت أنا وأمي الباب بسرعة كبيرة. وقد يكون المطارد حيوانات ضارية. في الحلم 19 يجد السارد نفسه في الليل عند تقاطع شارعين، حيث بداية الشارع الذي يوجد فيه بيتهم القديم، قلقا خائفا كعادته. يقول: كنت أقف قلقا كما قلت، وأحيانا أتحرك خائفا،
مصادر الخوف الحيوانات الضارية التي تتربص بي قريبا مني عند مدخل شارع الأخماس. ثم يقول في نهاية الحلم بعد أن وصف كيف تمكن من الإفلات من تلك الحيوانات ومن الضبع على وجه الخصوص، يقول: وتقدمت أطلب دارنا وأنا خائف أن أصل إليها، ثم يتأخر أهلي في فتح الباب من الداخل فيهجم علي الضبع، وأفقت متأثرا من شدة الخوف. وقد ينوب عن الشبح والمطارد والضبع حضور شخص غريب لا وظيفة له سوى أن حضوره الغامض والصامت في المكان يعكر المشهد ويعيق السارد عما يسمو إليه. يقول في الحلم التاسع: لكن الغريب أن غرفة أمي وأبي المقابلة لغرفتي ظلت محتفظة في الحلم بمعظم أثاثها، ومع ذلك فإن مدخل تلك الغرفة المحاذي للباب ظهر جانب من أرضيته المبيضة بالجير والنيل، وفي ذلك الجانب التمس غريب مكانا للنوم. هو رجل مكور لا يبين وجهه، طاقية سوداء وجسد قصير ملفوف في الرمادي، لا يطلب إلا أن ينكمش وينام عند المدخل في بؤس وفي أقرب وقت ممكن. وتبرز إلى جانب صورة السارد الضائع المجتث من بيته والخائف المطارد صورة المستسلم المقهور العاجز عن مجرد الاحتجاج. في الحلم السادس يحلم أن سكان بيتهم الجدد سمحوا له أن يتسرب إلى غرفته لبعض الوقت، فيشعر بالغربة، لأنه كما يقول: كأنني أوجد في مكان هو لي وليس لي، أو في مكان عزيز كان لي ثم سمح لي أن أستمتع به مؤقتا ولمدة زمنية محدودة جدا، غير أن ما حز في نفسه وآلمه وما لاحظه من تغيير كبير طرأ على غرفته. يقول: وتأسفت كثيرا للتغيير الكبير، لكني لم أكن أملك القدرة على أي احتجاج، لذلك تراخيت فوق المدربة ورحت أتتبع التفاصيل في حزن شديد وأفقت. ويظل السارد في أحلامه ربما بسبب عجزه واستسلامه موزعا بين اليأس والأمل. يقول: إن المواربة تفتح باب الأمل، إن المواربة تفتح باب الأمل. فباب بيتهم يظهر في معظم الأحلام مواربا أمام السارد، لا هو بالمفتوح ولا هو بالمغلق. أما أنا، يقول السارد، فمصيري الانتظار أمام الباب الموارب. ولذلك نجد اللون الذي يغلف كل شيء في معظم أحلامه هو اللون الرمادي. ويكفي أن نستقرئ خواتيم الأحلام المسرودة لتتأكد لنا تلك الصورة التي رسمنا بعض ملامحها. ويمكن هنا الاستدلال بجملة قليلة من تلك الخواتيم. يقول في خاتمة حلم: وأفقت بطعم الخوف وفقدان الأمل. وفي خاتمة ثانية يقول: ثم مضيت نحو المجهول وأفقت. وفي ثالثة يقول: في وضعية الخوف تلك أفقت. وفي رابعة يقول: وفي خضم الكابوس المخيف أفقت. وفي خامسة يقول: كنت سأغادره مكرها ربما حتى باكيا وأفقت. وفي خاتمة سادسة: وسمعته يقول: لا تخف إنك تحلم. ولما أفقت بصورة تامة صححت، بل كان كابوسا رهيبا. وفي خاتمة أخيرة يقول: فأبدأ بذلك عملية الهروب وأنا خائف جدا وأفقت. لا تتغير ملامح الصورة أحيانا إلا إذا حضر في الحلم ابنه أو بنته أو حفيده. تلك نقط النور في أحلامه يشعره وجودهم إلى جانبه في الحلم بالأمان والاطمئنان. تلك بإيجاز بعض ملامح السارد في أحلامه، غير أنها صورة لا تكتمل إلا باستحضارها ومقاربتها ضمن علاقاتها بصور أخرى تشكل نسيج النص، مثل صورة الأم الصامتة والمدعنة في استسلام، وصورة الأب الغائب في معظم الصور وإذا حضر فكأنه غريب، وصورة بعض أفراد أسرته، وصورة الدار القديمة المتحولة باستمرار، وخصوصا صورة غرفة السارد الغالية، وصورة فضاء شارع الأخماس الذي يتخذ أبعادا أسطورية بتحولاته وشخصياته وأحداثه وكثير غيرها من الصور.
وصورة اللغة في حد ذاتها في علاقتها بالحلم، والبحث في تلك الصورة الكلية المركبة التي تنشأ عن تضافر وتساند صور نصوص الدار اللي هناك يحتاج إلى عمل أرحب وأطول نفسا أرجو أن أنجزه في قابل الأيام، لعلي أوفي بذلك ذكرى أستاذي بعد العرفان بالجميل رحمه الله وغفر له وأكرمه بجنة الخلد في دار الخلود. وأعتذر عن الإطالة، ولكم جزيل الشكر على صبركم وجميل إنصاتكم.